يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل من خيرات ربنا طريقة حلوة خالص لتفريز الملوخية، هتفضل خضرة ومحتفظة بلونها، حلوة في منتهى الجمال والروعة. يا رب تعجبكم. يلا نبتدي مع بعض ونشوف عملناها ازاي. انا جبت قد 2 كيلو ملوخية، هي مالية السوق. ال2 كيلو جبتهم ب20 جنيه. هملة دلوقتي من خيرات ربنا الفريزر بتاعي من تفريزات الملوخية، حلوة خالص. غسلتها كويس قوي لغاية ما طلعت منها اي ترابة واي ميكروبات، وهقطعها دلوقتي. هقطفها بس هتقطفي ايه؟ الورق بس، اما العنق لا. اللي بيقولك العنق بقى بيعمل عرق، لا، ما تسمعيش كلامه، هي الورقة وبس. وبعد ما خلصت التقطيف بتاع الورق هجيب حلة مية بتغلي، وهنحط عليها معلقتين 2 من بيكربونات صوديوم، بتسموها بقى كربوناتو، يعني هي بتبقى موجودة في السوق، او بيكنج صودا. هو كيس كده موجود عند العطار او اي سوبر ماركت، وبيتحط على اي خضار، بيخليه بيحتفظ بلونه، بيبقى اخضر زي ما هو عمره ما يتغير. بعد ما حطيت المية المغلية وفيها البيكنج صودا، حطيت على الملوخية، هقلبها تقلبتين كده لغاية ما تدبل خالص كأنها بتسلق في المية السخنة. وبعد ما تسلق كده وتدبل معاكي، هنحطها في مية فيها تلج، مش مية متلجة وبس، لا، فيها تلج. نقعد نقلبها برضو تقلبتين حلوين كده لغاية ما الملوخية تبرد خالص وما يبقاش فيها اي سخونية. شايفين لونها؟ بسم الله ما شاء الله زي الفل. هنجيب مصفى ونحط الملوخية، هنشيلها من المية المتلجة ونحطها فيها ونسيبها لغاية ما تصفي ميتها خالص، كده جاهزة انها تتفرم. ما شاء الله لونها في منتهى الجمال والروعة. هتجيب المفرمة بتاعتك او الكبة او الهاند بلندر، بصي اي حاجة عندك بتفرم الملوخية، هي دلوقتي سهلة انها تتفرم، مش هتبوظ يعني الاجهزة اللي عندك. هحط شوية بشوية صغيرين، ما تكتريش على الجهاز بتاعك عشان ما يتحرقش. وهتضربيها بس مش هتضربيها قوي، لا، هتضربيها على فترات متقطعة، يعني ضربة وتسكتي، ضربة وتسكتي، ضربة وتسكتي، لغاية ما تشوفيها كده انها مفرومة. يا ريت انها تبقى مفرومة متقطعة وما تبقاش مهرية، بس كده هي كده زي الفل وفيها عرق، جميلة في منتهى الجمال. دلوقتي هحطها في طبق عشان اوريها لحضراتكم. ما شاء الله لونها وشكلها زي الفل. شفتوا العرق اللي فيها؟ لا جميلة. انا هكمل بقية الملوخية كلها واوريها لحضراتكم دلوقتي. بعد ما خلصت كل الكمية بتاعت الملوخية، دلوقتي انا هخزنها في اكياس. طيب بدل ما انتي تحطيها في كيس ويبقى متبهدل، هتعمليها في ايه بقى؟ هتحطيها في شفشق عندك صغير، كوباية، اي حاجة، هتحطي الكيس جواه وتحطي جواه الملوخية علشان ما تعكيش الكيس من بره، وتفرديها كده. وبعد ما تتفرد هتغلفيها. بس انا بصراحة اما حطيت الملوخية لقيت ان الملوخية كتير على الكيس، فانا هنقص منها معلقتين كده، وبعدين هتوزعيها على الكيس بحيث انها تبقى مربعة كده، ما تاخدش مكان في الفريزر. هتجيبي السكينة وتسخنيها قوي على النار لغاية ما تبقى ايه، يعني بتسيح الحاجة اللي قدامك، وهتمشيها على الكيس علشان تقطعيه. وهتحطي من طرف الكيس السكينة، هتحطيها وتقعدي تحاولي اللي انتي تمشيها عليها كده، كل ده علشان الكيس يتلزق معاكي.
والملوخية ما تخرجش منه، من الجنب اللي تحت والجنب اللي فوق. بصي من جميع الجهات لغاية ما الكيس يتلزق معاكي، وعمره ما هيخرج الملوخية. شفتي حتى انا بوريكي وبضغط عليه علشان الملوخية فعلا عمرها ما هتخرج منه. هعمل كل الاكياس نفس الكيس الاولاني. برضو هجيب كوباية شفشق اللي انت عايزاه، كوباية بلاستيك هتحطي فيها الكيس وتحطي الكمية اللي انت عايزاها من الملوخية. بس انا المرة دي هقللها شوية عشان الكيس يعني يبقى معايا تطبخ في اكلة واحدة ما تفضش. هوزعها برضو زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هكون مسخنة السكينة مسخناها قوي على النار عشان تسيح البلاستيك اللي معايا، كيس البلاستيك، والزقها بكل سهولة. في طريقة تانية خالص بصراحة بس انا ما جبتهاش النهاردة. يعني في طريقة اللي هي السكينة، وفي برضو اللي انتي تحطي عليها ورق فويل وبالمكوى تمشي عليها، برضو بتلزق وبتبقى زي الفل. اي مصدر حراري بتبقى بتلزق الكيس البلاستيك معاكي. ما شاء الله كده لزقت خالص وبقت مغلفة. شفتي انا بعملها لك علشان اوريكي انها عمرها ما هتخرج من الكيس البلاستيك. وزي ما عملت في الكيسين دول هعمل في باقي الملوخية وهخزنها بنفس الطريقة. 2 كيلو الملوخية عملوا معايا 5 اكياس. ممكن انتي بقى وطبختك على حسب طبختك، ممكن تبقى ازيد تبقى اقل، انتي وراحتك. ما شاء الله بجد لون في منتهى الجمال، الاضاءة بجد ظلماها نفس الخضار بتاع الملوخية اول ما تيجي تشتريها من السوق. تعالوا بينا يلا نعمل شوية ملوخية بالجمبري. معلقة زبدة، شوية زيت، وراس تومة تفرميها جامد تدقيها، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة. ويلا بقى نشم ريحة التقلية الخطيرة. وجايبة شوية ملوخية كنت مفوضاهم، حطيتهم في شوية مية وحطيتها فوق التقلية. ما كانش عندي شوربة الصراحة، فقلت اعملها بايه، بقالب ماجي. وبعدين لقيت عندي شوية جمبري صغننين كده، الجمبري بتاع الغلابة الصغير ده، قلت اما اعمل معلقتين علشان اعمل احلى ملوخية بالجمبري. وزي ما انا قلت لحضراتكم ما كانش عندي شوربة، فعملت ايه، حطيت مرقة ماجي قالب واحد كفاية عشان تدي بس الطعم، ان يعني طعم الشوربة يعني. ما شاء الله ملوخية الجمبري دي خطيرة في منتهى الجمال والروعة. شفتي خضرها نفس الخضار ولا ايه؟ اما اجي بقى احطها في الطاجن واوريكي. شفتي ملمسها؟ الله لزجة خالص وفيها عرق في منتهى الجمال، والطعم حكاية. بألف هنا وصحتين. يا ريت يا ست الكل تعملي لحبايبك وتخزنيها وتفرحيهم في اي وقت هم عايزين اللي انت تعمليها لهم. واستنوني مع طبخة جديدة واكلة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.